والله يا ناس سامحوني برد على هذا التعليق، لكن مستحيل اسكت عن هذا الشيء مهما يصير. يعني انا يوم من الايام منزل مقطع اني كنت متزوج من مصر، فيجي هذا الشخص يقول لي ما يتزوج من مصر الا المجنون. انت متخيل انك انت متكلم على عالم كامله، يعني ناس كامله؟ شوف انت قد ايش كم ذنب انت ماخذ اصلا. يعني انا لما جيت مصر ما شاء الله تبارك الرحمن يا ناس، من حبي لها والله يا ناس على طول قلت بأتزوج من مصر. اتزوجت يا ناس انتم متخيل في نفس الشهر. فاني لما انا انفصل يجي شخص بكل برود يجي يقول هذا التعليق، ولا شخص يقول لي هذا بسبب انك تزوجت من مصر. لا يا اخي، هذا شيء من ربي. انت كيف تتحكم امر من ربي؟ وثاني شيء، هل انت تعرف مين مصر؟ مصر ما شاء الله تبارك الرحمن كل الشعوب تتكلم عنها. كل اللي جاء مصر يقول لك مصر ما شاء الله من اطيب الشعوب اللي شفناهم. اللي يضحك في وجهك. انت شوف عندك قد ايش عوائل ما شاء الله كثيره في مصر. عندك اهل اسوان، عندك من كل مكان، الفيوم، عندك من كل مكان، اهل الصعيد. شوف قد ايش العوائل هنا ما شاء الله كرماء طيبين، اخلاق، اسلوب، يعني ينحطوا في العين والراس. فانت تيجي تتكلم بكل برود بهذا التعليق. من حبي لها تمنيت اولادي يكونوا من هنا. يعني انا يمني واقول لكم قد ايش انا احب مصر والله يا ناس. يعني ما تعرف. تعال مصر بعدين اتكلم. انت كيف تتكلم عن بلد كامله وانت اصلا ما جيت البلد هذه؟ تعال شوف مصر قدام عينك، تعال شوف جمال الناس، تعال شوف جمال الاجواء، شوف اخلاقهم، شوف احترامهم. لكن انت هذا اسلوبك وهذه اخلاقك. ما نقول الا ربي يهديك يا رب العالمين. ودائما لا تغلط على بلد وانت ما تعرف ايش هذه البلد. تذكر هذا الكلام انه اهل مصر، بنات مصر، رجال مصر، كل اهل مصر على العين والراس. زي ما انا بلدي ما ارضى عليها الغلط كيمني، ما برضى على بلد غيري بهذا الكلام السيء.